الحملة انطلقت عبر وسائل التواصل الاجتماعي بخطاب يصور المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء في صورة المجرم والمتعاطي للمخدرات، ثم تطورت لتصبح خطابا تحذيريا من افتكاك البلاد من طرف هذه الفئة من المهاجرين. ثم تلا ذلك خطاب رئيس الجمهورية قيس سعيد، الذي أكد فيه وجود مخطط لتغيير التركيبة الديمغرافية، الأمر الذي ساهم في تأجيج الأوضاع أكثر فأكثر. يقال أن هناك تمييز عنصري، تمييز ضد الأفارقة. نحن دولة أفريقية، ولكن هناك مخطط للتوطين، وأشرت إلى هذا. وأود هنا أن أتوجه إلى كل المسؤولين في كل المستويات أن أوصيهم خيرا بأشقائنا الأفارقة المقيمين بتونس بصفة قانونية، وأن لا يتعرضوا لأحد. تونسيون كثر أدانوا هذه الممارسات، مؤكدين أن تونس جزء لا يتجزأ من أفريقيا، وأن المصير مشترك، وما حدث سحابة صيف وستمر. إفريقش ابن صيفي اليمني أعطى اسمه إلى هذا البلد الذي اسمه اليوم تونس إفريقيا، وسميت تونس بإفريقية، بل هذا الاسم يعني أسند إلى كامل القارة، حيث أن الذين يأتون من الشمال أو يأتون من أي جهة كانت ويريدون دخول هذه القارة يدخلون عبر تونس. تونس هي إفريقية، إذن هم ذاهبون إلى إفريقيا. هذه أولا. هل يمكن لمن جدوده وأجداده كانوا يسمون بالأفارقة أن نكون عنصريين تجاه هؤلاء؟ هؤلاء إخوة لنا، نحترمهم، نحبهم في كل عناوين المحبة. بعض المستثمرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء بتونس أكدوا لنا أن الوضع يجب أن يقع احتواؤه، وأنهم وإن تضرروا من الحملة فإنهم يتمنون أن تهدأ الأوضاع. Je suis Jean-Marie Koné, directeur général du Centre de valorisation professionnelle de Tunis. Et voilà, donc nous avons été tous témoins de l'actualité de ces derniers jours qui prévoit sur la Tunisie. Et il est important pour nous d'appeler chacune d'entre vous de pouvoir garder de la retenue. En tant qu'organisme de formation, nous avons pour intérêt d'apporter du calmie. Donc c'est ce que nous faisons. Nous sommes désolés pour ces derniers événements et en aucun cas le CEPT serait garant de la haine ou de la xénophobie, etc. Nous ne dénonçons cela et nous condamnons toutes sortes de violences sur les migrants, notamment la communauté subsaharienne en Tunisie. Et nous interpellons aussi les autorités à faire en sorte que la protection, la sécurité des migrants ou de la communauté subsaharienne en Tunisie soit en parfaite amélioration. Parce que nous sommes tous un même peuple. L'Afrique en a besoin de pouvoir fédérer son énergie. Et je pense que la Tunisie, un pays africain, doit être un acteur dans ce jeu-là.